اسبانيا، البرتغال وجنوب فرنسا في دقيقه واحده بلا ضوء. اليوم مع الوحده ونص ديال النهار اسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا غرقوا في الظلام، المتروات توقفوا، التليفونات طاحوا، والناس داروا بزاف ديال الحوادث السير. كاينين جوج فرضيات. الفرضيه الاولى كيقولوا بان الجو كان اليوم سخون وبدل التوازن ديال الاسلاك الكهربائيه ودارت مشكل في الريزو ديال الضوء. الفرضيه الثانيه كاين اللي كيهضر على احتمال وجود هجوم سيبراني من طرف الهاكرز، ولكن بصراحه مازال ما كاينش شي دليل رسمي. ودابا السؤال اللي كيهمنا الجميع، واش المغرب غيتضرر من هذا المشكل؟ الحمد لله لا، الشبكه ديالنا مستقله وما عندهاش ارتباط مباشر معاهم في شبكه الانترنت، ولكن كاين واحد الربط كهربائي ما بين مدينه بني نصار اللي كاينه في الجهه ديال الناظور في المغرب ومدينه طريفه اللي كاينه في اسبانيا. هذا الكابل هذا السعه ديالو محدوده، واقيلا شي 1400 ميجاوات، وهذا الكابل كيستخدموه غالبا غير باش يتبادلوا الطاقه بيناتهم. وحاليا الرئيس ديال اسبانيا كيشكر الملك ديالنا لان بسبب هذا الكابل اسبانيا توصلات بواحد الكهرباء اللي حاولت تبدا تنعش بها المدن الساحليه ديالها باش ترد تدريجيا الكهرباء ان شاء الله. الصراحه رغم هذا الشيء كامل خاصنا نكونوا مستعدين، حيت الهجمات السيبرانيه ولات كتهدد حتى الشبكات اللي مستقله. اكتبوا لي في التعاليق واش فعلا كتشوفوا بان المغرب محمي من هذا النوع ديال المشاكل، ولا خصنا نزيدوا في الامان الطاقي والرقمي.